يا أهلين، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. وصفتنا لليوم اندومي. أدري إني أبثرتكم بالاندومي، كل قناتي صارت تجربة اندومي مدري إيه، بس عشان ما عندي وقت وهذه أسهل طبخة إن شاء الله راح أسوي لكم طبخات أحلى يعني طبخات دسمة وكذا. هنا حطيت لي موية للبيض. هذه هي المكونات اللي هي ملح وبهارات، أي بهارات عندكم، وماجي وبصل مبشور وثوم وفلفل، وآخر شي جزر. هنا بديل الليمون اللي يحب يعني هذا اختياري. طيب هنا راح نحط زيت وراح نحط بصل ونشوحهم مع بعض، وبعدين نجيب الفلفل والثوم برضو نقلبهم مع بعض. نقلبهم زي الناس، بعدين نحط جزر مبشور اللي بشرناه ونقلبهم برضو. وهنا نحط البهارات المشكلة، الملح والماجي. وهنا آخر شي نحط الملح ليمون. حبيت أضيف بهارات الفلفل، لأن الفلفل أنا مرة عشقي الفلفل. وآخر شي نحط الموية. بعدين نحط كيس الاندومي. نحط البهارات في الدفء. وهنا شكل الاندومي بعد ما حطيته في الصحن. حبيت اسوي لكم بروفا تصوير كذا احترافي. وهنا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، ولا تنسوا تجربوا طريقتي للاندومي. اكتبوا لنا تجاربكم في التعليقات، ومع السلامة.